انا مو جايكم كصحفيين عدم مؤاخذه، نحن عم نتناقش على وضع المنطقه ومثل نقاش مفتوح يعني، فما بدنا نأذي لبنان باي طروحات ممكن مستفزه. يعني انا تنازلت عن الجرح الموجود في داخل سوريا واعتداءات الحزب عليه وكذا، صبرت عليه وقلت معلش خلاص نحن رجعت دمشق وخلاص خلينا نحن نوقف عند الحد هذا، وما حاولت اصرح اي تصريح بيمثل هي، مع انه بحق لي كثير، بس قلت انا هذا رح يأذي داخل لبناني ورح يصير نوع من الاستقطابات، وقد يحمس اطراف داخل لبنان بطريقه سلبيه يفهموا انه رسائل طرابلس متفاعله معنا وبيروت متفاعله معنا واماكن بعض الاطراف ايضا اللي بيمثلوا المسيحيه عندهم شويه يعني ممكن استقواء بالحاله السوريه لتحسين الوضع اللبناني. اولا ما كان بدي الصوره تكون بهالمشهد هذا، ما بدنا حدا يعني حاولت اقول انه نحن نقف على مسافه واحده رغم الجرح الموجود، بس انا ما فيني اعمل حل وروح شيل 1.5 مليون بني ادم زدتهم بالبحر، مو هيك الحلول. اخر شيء لازم يكون تشعر الناس انه هي تطمئن، الجميع يعيش بطريقه مشتركه يعني. اما بدنا نلغي طرف على حساب طرف، بقول يعني مو وسيله لبناء دوله، هذا راح نحل مشكله وننشئ ازمه في نفس الوقت كثير كبيره. فبدأ حكمه كثير عاليه، ومشهد الحرب كثير مؤذي وانا طالع منه بعرف قديش قساوته يعني. وتحديات المنطقه مو هي اولوياتها.